قبل ماتش سان داونز بكره الصعب جدا، وبعيدا عن هقهق والحاجات الكوميك والكلام ده، انا يا جدعان احب اقول لكم ان احنا هنعمل نتيجه محترمه بكره. افتكروها والفيديو هيتحط على الصفحه ومش هيتشيل. افتكروا ان احنا بكره هنعمل في بريتوريا باذن الله، في ارض سان داونز هنعمل نتيجه محترمه باذن الله. دي حاجه. تاني حاجه، انا اكتر واحد انتقدت كولر الفتره اللي فاتت دي كلها. بس مش عارف يا جدعان، هو انا لوحدي ولا ايه؟ احساس كده بيجي لي الراجل ده لو مش هنخسره، مش عارف ليه. يعني رغم اللعبكه والهبل الكروي والخطط اللي هو بيعمله الفتره الاخيره، بس مش عارف، انا حاسس الراجل ده هو كده كده بنسبه 80% او 75%. خد بطوله افريقيا او ما خدهاش، حاسس ان هو كده كده هيمشي، بس يعني انا مش عايزه يمشي، مش عارف ليه. انا عندي امل باذن الله ان هو يعدل من نفسه وتكتيكه، ويصحصح كده زي ما جالنا في اول سنه ونص كده الاداء والنتائج المحترمه اللي عملها. يا رب، بقول يا رب ان هو يرجع كده لفكره التكتيكي، ويرجع لنا كولر بتاع اول سنه ونص. أنا مش عارف مش عايز اخسر الراجل ده ليه.